طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. استعدادات زراعية واسعة تمهيدا لموسم الأمطار في تسني. تواصل مهرجان مؤسسات التعليم العالي. ورشة عمل حول قضايا شابات الموظفات في عنسبة. السعودية وسوريا تقرران استئناف عمل بعثاتهما الدبلوماسية. الصين تحذر أوروبا من فرض عقوبات على شركاتها بسبب حرب أوكرانيا. قادة سيان قلقون جدا حيال أعمال العنف في ميانمار. من العناوين إلى التفاصيل. تجرى في مديرية تسني استعدادات زراعية واسعة تمهيدا للخريف وتنمية الزراعة المطرية. وأوضح المهندس نقاسي عبيو من مكتب الزراعة في المديرية تنفيذ أعمال حماية التربة والمياه التي تساهم بفعالية في رفع الإنتاجية بالتنسيق مع مؤسسات القلال والمواشي. وذكر تنفيذ أعمال تدريجية ترابية في 700 هكتار ما يقدر بحوالي 300 كيلومتر خلال شهر واحد، وارتفاع المهام المنجزة يوميا من 50 هكتارا إلى 200 هكتار، وسوف تستمر بعد ذلك أعمال الحراسة على الحقول. وأشاد بمشاركة المزارعين في إنجاز الأعمال مناشدا الضواحي للقيام بأعمال التمهيد في الوقت المبرمج. ودعا مدير ضاحية السلام السيد مداني برهاني لتعزيز دور المزارعين لإنجاح الجهود الجارية بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى إكمال الاستعدادات من أجل تسهيل الأعمال المنتظمة. وذكر المزارعون أنهم لامسوا خلال العام الماضي أهمية التمهيد المسبق، مناشدين تنظيم الجرارات الزراعية في الوقت المناسب من أجل إنجاح أعمال الحراسة. الجدير بالذكر أن المديرية شهدت خلال العام 2017 إعادة التوزيع، حيث وزع على كل مزارع هكتارين، وإعادة الأراضي التي كانت غائبة عن التنمية إلى حضن الحكومة. تتواصل في كليات العلوم والهندسة والتقنية في مينفح والزراعة في حمل مال المناشطة الختامية للمهرجان العاشر لمؤسسات التعليم العالي بفعاليات تعليمية وثقافية والرياضية. ونظم يوم 4 مايو معرضا للصور في كلية العلوم بمينفح. وعقد مسؤول أبحاث التعدين في شركة بيشا لتعدين السيد دانيال ولي يوهانيس سيمينارا موسعا حول الثروات المعدنية في إريتريا ودورها لتطور البلاد. ونظم معرضا مماثلا للصور يوم 5 مايو في كلية الهندسة والتقنية بمينفح حول الأنشطة التعليمية، وسيمينار حول وسائل الإعلام وتأثيراتها الإيجابية والسلبية بعضو وزارة الإعلام السيد سرت يوناس نقاش. وعقد الكاتب والباحث في التراث السيد سلومن صهايا سيمينارا يوم 8 مايو في كلية الزراعة في حمل ماله حول التراث والزراعة. وقدمت في الختام جوائز للفائزين في البرامج المسابقات. وعلم بأن الكليات تقوم باستعداداتها للمشاركة في المهرجان العاشر لمؤسسات التعليم العالي الذي سينظم من 17 وحتى 21 مايو في كلية الهندسة والتقنية تحت شعار المعرفة سلاحنا والتنمية غايتنا. نظمت في 5 مايو ورشة عمل حول القضايا الشابات الموظفات في عنسبة. وتركزت الورشة المنعقدة بالتنسيق بين الشباب والمرأة والكونفدرالية حول قضايا الشابات الموظفات، وخاصة أهمية حضانة الأطفال وتدني مشاركة المرأة في المناصب الحكومية والسياسية. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد تسفاسين قرماي رغم أن مشاركة المرأة في كافة المجالات مهمة ونشطة، لكن إعداد مثل هذه الدراسات البحثية للتعرف على التحديات التي تواجه المرأة وحلها مبادرة نبيلة. وأوضح السيد برهان قبرات الذي قدم كلمة ممثلا للاتحادات الوطنية أن الهدف من الورشة هو اتخاذ خطوات مشتركة بخلاف لخلق فهم عام
داعيا لخلق آفاق ملائمة لتنمية الإنتاجية. وأشار المشاركون إلى أهمية انعقاد الورشة بإعداد مطبوعات بحثية مهمة لتطوير قدرات المرأة، شاكرين معدات الدراسة. وذكر حاكم إقليم سعادة السفير عبد الله موسى القيام بأعمال حسيسة لتعزيز وعي المجتمع بهدف التقليل من التحديات التي تواجه المرأة التي تعتبر نصف المجتمع، مؤكدا جاهزية إدارته للقيام بكل ما يطلب منها لتنفيذ مخرجات الورشة. تلقى 46 شابا في مديرية عدو قال دورة تدريبية لشهرين في مد أسلاك الكهربائية. وأوضح مسؤول الشباب في المديرية السيد جمال نور أن التدريب يأتي في إطار رفع قدرات الشباب، وأشاد ممثل المتدربين بالفرصة المتاحة. ودعا مدير مديرية عدو قال السيد عبد مسكل دحنوم أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم للانضواء في الاتحاد للحصول على فرص التدريب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قررت السعودية وسوريا استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بعد أكثر من عقد من إغلاق السفارات في البلدين إثر اندلاع الأزمة في سوريا. وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية أن الخطوة هذه أخذت في الاعتبار قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية الأسبوع الماضي والقاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية. وقررت جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاما على تعليق أنشطة دمشق إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام قسم سوريا وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتية. وفي أبريل الماضي التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الرئيس السوري بشار الأسد خلال أول زيارة رسمية سعودية إلى دمشق منذ القطيعة. حذر وزير الخارجية الصيني تشين غانغ من أن الصين سترد على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية بسبب تعاملها مع روسيا. وقال الوزير خلال زيارته لألمانيا أن الصين والشركات الروسية تربطهم علاقات طيبة وعلاقات تعاون يجب أن لا يتأثر هذا النوع من التعاون الطبيعي بعقوبات أوروبية محتملة. وأضاف أن بلاده سترد أيضا بالشكل المناسب لكي تحمي المصالح المشروعة للشركات الصينية. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أفادت أن 7 شركات صينية متهمة ببيع معدات يمكن استعمالها في الأسلحة قد أدرجت ضمن حزمة جديدة من عقوبات ستتم مناقشتها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري. وأوضح وزير الخارجية الصيني إثر محادثاته في برلين مع نظيرته الألمانية أن الصين تعارض بشدة فرض دول أخرى لوائح الخاصة أو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضدها. أبدى زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان قلقهم الشديد حيال أعمال العنف في بورما، ودانوا الهجوم الأخير على قافلة تنقل مساعدات إنسانية في البلاد. وفي بيان قال الزعماء الذين يعقدون قمة في أندونيسيا: نحن قلقون جدا حيال أعمال العنف الحالية في ميانمار، وندعو إلى وضع حد فوري لكل أشكال العنف واستخدام القوة. وبعد اجتماع لوزراء خارجية المجموعة دعا زعماء المنطقة الأربعاء قمة تستمر يومين في جزيرة فولاريس شرقي أندونيسيا. ودعا الرئيس الأندونيسي في افتتاح القمة نظرائه إلى الوحدة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مجموعة الدول العشرة.
من المتوقع أن يمثل اليوم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمر خان أمام محكمة في العاصمة إسلام آباد بعد يوم واحد من اعتقال الشرطة له من داخل المحكمة العليا الباكستانية. وسيمثل خان في مجمع للشرطة بعد نقل المحاكمة إليه وسط إجراءات أمنية مشددة. وقالت الشرطة الباكستانية أن رئيس الوزراء السابق عمر خان لن ينقل للمسؤول أمام المحكمة، وأن جلسة محاكمته ستنعقد في مكان احتجازه. وفي سياق متصل استمرت الاحتجاجات الغاضبة في عدد من المدن الباكستانية احتجاجا على اعتقال خان، وأظهرت صور أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينتي لاهور وكراتشي، بالإضافة إلى إغلاق شوارع وطرق رئيسية بينها طرق سريعة تربط العاصمة إسلام آباد. ولقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون خلال احتجاجات رافضة لاعتقاله. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. استعدادات زراعية واسعة لتمهيد لموسم الأمطار في تسني. تواصل مهرجان مؤسسات التعليم العالي. ورشة عمل حول قضايا الشابات الموظفات في عنسبة. السعودية وسوريا تقرران استئناف عمل بعثاتهما الدبلوماسية. الصين تحذر أوروبا من فرض عقوبات على شركاتها بسبب حرب أوكرانيا. غادة آسيا قلقون جدا حيال أعمال العنف في ميانمار. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.